الأستاذة أسماء مروشي، والمعروفة في الوسط الفني تطاسيمة صانعة البهجة، والقادمة من ولاية بومرداس إلى الجزائر العاصمة في هذا اليوم 15 أبريل. لديك عرض فني تربوي تثقيفي ترفيهي لأطفال المسرح الوطني الجزائري، أو إن صح التعبير الثلاثاء المسرحي التربوي هنا في المسرح. أولا الأستاذة أسماء مروشي، والجزائر تحتفل غدا بيوم العلم، ما هي رسالتك للأطفال اللي راح تقدميها اليوم على خشبة المسرح واللي راهم يشاهدوا فيك على الشاشة؟ أولا السلام عليكم. شرف عظيم لي أن ألتقي اليوم بجمهوري هنا في قاعة مسرح محي الدين بشتازي في الجزائر العاصمة، لأكمل الرسالة التربوية التي بدأناها في مقاعد الدراسة. رسالتي التربوية يا أستاذ هي رسالة سامية، هي رسالة راقية، شئت أن أكملها، أن أواصلها في مسارح وطني. نحن نسعى دائما لنعطي الثمرة التي ورثناها، ليس فقط في مقاعد الدراسة، في كل مكان، في الشارع، في خشبات المسارح، في كل مكان كنا يجب أن نوصل هذه الرسالة، أن العلم نور والجهل ظلام.